مش ضروري بقى ناخد كل الاعياد دي اجازات. احنا ورانا شغل كتير قوي قوي قوي. من ترند القطايف لهجوم شرس ضد سامح حسين بسبب العيد. سامح حسين أشعل الجدل بتصريحاته حول إلغاء أجازات العيد، ورانا شغل كتير قوي وعاوزين نخلصه. في احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشهداء، فاجئ الفنان سامح حسين الجميع بتصريح غير متوقع، وقال مش ضروري ناخد كل الأعياد دي أجازات، ورانا شغل كتير قوي. الجمهور مسكتش بعد التصريح ده، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على سامح، واتهموا البعض بانه بعيد تماما عن واقع الموظفين والعمال اللي بيستغلوا الاجازات دي عشان يلحقوا يريحوا جسمهم ويقضوا وقت مع عائلاتهم. وناس كتير بقت مستاءة، وناس كتير بقت تسأل هو سامح حسين بقى المتحدث الرسمي باسم الشعب، وليه ما يكونش عنده شغل في العيد؟ بس احنا عندنا حياة وعيلة محتاجين نقضي معاهم وقت. ده راجل الدقيقة بتاعته بالشيء الفلاني، عكس الموظفين اللي بيشتغلوا فوق ال50 ساعة في الأسبوع وبيستنوا الأيام دي من السنة للسنة عشان بس يلحقوا يريحوا شوية ويقعدوا مع عائلاتهم. تفتكروا كان بيهزر ولا بيتكلم بجد؟ بس مش ضروري بقى ناخد كل الأعياد دي أجازات. احنا ورانا شغل كتير قوي قوي قوي. في ظل الجدل ده، في ناس تانية شافت إن سامح حسين كان بيهزر أو بيحاول يلفت النظر لقضية معينة، بس بغض النظر عن نيته، التصريح ده فتح باب النقاش عن أهمية الأجازات ودورها في حياة الناس. إيه رأيكم؟ هل تتفقوا مع سامح حسين في تقليل أجازات الأعياد عشان الشغل والإنتاجية؟ ولا شايفين إن الأجازات حق لازم نحافظ عليه عشان صحتنا النفسية والاجتماعية؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.